اولا شفت المج الجديد، يعني ده مج جديد انا جبته فهو عجبني يعني. هو مش ماركتنج ليه بس هو عجبني، فاهم؟ والواحد تعبان بس هو بيحاول يصور حاجة، لان في موضوع او كذا موضوع يخلوا الواحد كده اللي هو يخرج عن شعوره ويحس ان انت لا، المفروض تتكلم، المفروض تقول حاجة. فقبل ما نخش في المواضيع اللي احنا المفروض نتكلم فيها، تعالوا نتكلم عن رمضان شوية. الحمد لله كان في شهرين قبل رمضان، الأشهر الحرم، يعني كان رجب وشعبان، شهرين كان المفروض نستغلهم. في ناس كتير استغلتهم وفي ناس لأ. فاللي ما استغلهمش هي مش نهاية الدنيا، في فرصة تانية في رمضان، فرصة مميزة جدا إن أنت تستغل رمضان، سواء ما كنتش بتصلي، ما كنتش بتدعي، ما كنتش بتصوم، ما كنتش بتعمل أي حاجة بخلاف السنة، أو أنت كنت مقصر في رمضان اللي فات. فرمضان ده فرصة وتوبة إن أنت تلحق نفسك في الشهر ده، إن أنت تعمل أي حاجة لاجل ان انت تصلح علاقتك بربنا، لان يعني علاقتك بربنا هي دي اهم حاجه في الدنيا. يعني انت هي دي الحاجه الدايمه، اعمالك هي الدايمالك، فاهم؟ مفيش حاجه تانية هتدوم لك، لا مال ولا حتى بنون ولا زوجه ولا شغل ولا اي حاجه هتدوم لك في الحياه بخلاف عملك الصالح وحفاظك على علاقتك بربنا. لان الصلاه ما بترجعش، الصلاه اللي انت ضيعتها النهارده والتراويح اللي انت ضيعتها النهارده والذكر اللي انت بتحاول تضيعه النهارده مش هتعرف ترجعه تاني بكره، لان قيمه الحاجات دي كلها في الايام دي بتبقى مضاعفه. وكمان بنستغل فكره ان الشياطين مسلسله، فانت حرفيا بقيت انت ونفسك، فاهم؟ 1 فيس 1، فاهم؟ فمفيش غيرك، فحاول معاها. واكيد هتلاقي الموضوع صعب اذا كان حواليك مثلا اصدقاء او ناس ما بتشجعكش على حاجه زي كده، إن حرفيا اللمة اللي حواليك بتأثر عليك بنسبة 99%، سواء بينزلوك بقى يخرجوك تروح تتفسح تخرج تلعب تعمل، سواء أو بيأثروا عليك إن أنت تصلي أو إن أنت تحافظ على الصلاة. يعني دي برضه أنا حسيتها. أنا كنت مسافر من كام يوم، فحرفيا اتعرفت على صحبة جديدة كانوا حرفيا بيحافظوا على الصلاة. يعني دي للأسف أنا كنت كل ما بسافر مثلا، وبسافر مسافر المرة دي كنت مسافر مسافة بعيدة، كنت رايح سيوة. فيعني ما كنتش بعرف انتظم في الصلاة قوي، وكنت براعي فكرة إن أنا مسافر. لكن هم حسسوني ان انا لا، انت تقدر تحافظ على الصلاه وتصلي قصر وتجمع الصلوات وتحافظ عليها. اللي هو حسسوني ان انت ممكن تعمل كده فعلا. فالحمد لله حافظت على الصلوات في سفر ليا، ودي كانت حاجه مميزه بالنسبه لي يعني. ففكره ان الناس اللي حوالينا بتاثر علينا دي 100%. بس برضو يعني ما تستناش ان الناس هي اللي تاثر عليك. حاول تشد ايدك، حاول تقوم، حاول تلحق الدنيا كلها. انا لسه الحمد لله تاني او تالت يوم رمضان حسب ما الفيديو ده هينزل. فالحق وقوم، انت مش متأخر. وسيبك بقى من اللي هيقول لك ده انت عامل فيها شيخ ومش عامل فيها شيخ. لا يا عم، يعني فيها ايه؟ فاهم؟ هو شهر مميز طول الشهر، لا استغله بأحسن شكل من الأشكال. نفس فكرة لما بتتزنق في أي تسليم أو في أي حاجة في الدنيا بتحاول تخلص كل حاجة. فتخيل إن أنت فاهم مزنوق بقى في الصلاة، في الذكر، في التراويح، إن أنت مجبر إنك تخلصهم. خلي رمضان شهر إن أنت تغير فيه الأحسن. فأتمنى إن رمضان يعود علينا بالخير ويغيرنا الأحسن. وفي آية، عارف انت لما قريتها بتحس انها تقيلة قوي من كلامها، وان هي حرفيا تخوف. ان الله يهدي من يشاء وانك لا تهدي من تشاء. فاحنا ساعات بنبقى عايزين نهتدي، او ان احنا عايزين مثلا قرايبنا او الناس بنحبهم يهتدوا، بس احنا ما لناش سلطة عليهم، لان ربنا هو اللي بيهدي الناس. فحاول تبقى في من يشاء الله هدايتهم، ودي مش حاجة صعبة. يعني اكيد ربنا ما بيكرهكش، اكيد ربنا مش عايزك كافر، اكيد ربنا مش عايزك ما بتصليش، اكيد ربنا مش عايزك بعيد. أكيد ربنا يعني كان بيفرح بكل صلاة أنت بتعملها، وإن الفكرة إن الصلاة دي مش عشان ربنا، دي عشان إحنا في الأول وفي الآخر يعني. فصدقني أنت كل ما بتحاول كل ما هتلاقي الدنيا أحسن. ده كان أولا بمناسبة شهر رمضان الكريم. ثانيا إن هو كان موضوع الفيديو أساسا إن أنا كنت عايز أتكلم فيه، كنت عايز أعمل فيديو كامل، بس فكرة إن أنا شفت واحد اتنين تلاتة حاجات عبثية بجد خلتني أحس إن هو لأ، يعني الموضوع بقى صعب. عايزين نتكلم عن الموجة بتاعة التصوير بتاعة الأيام دي وفيديوهات التحرش أولا، وبعد كده ننتقل إلى موضوع آخر يعني. أنا من وجهة نظري إن هو كده كده التحرش حرام. يعني ده يعني فاهم، إحنا نقطة أول يعني فاهم، يعني أول سطر ونقطة، خلاص خلص الكلام أصلا إن التحرش حرام. فما حرمه الله لن نحلله نحن ولن نناقش فيه يعني. بس الفكرة إن أنا عايز أتكلم في الموضوع ده. احنا دلوقتي بنقعد نتخانق وبنجيب جروب للنسوية وجروب للذكور، والناس تقول لك هي لبسها وحش وهي لبسها مكشوف وهي لبسها عاري. وواحد تاني يقول ما هو حقه ومش عارف ايه، وواحدة تانية تقول ما هي تعمل اللي هي عايزاه وتلبس اللي هي عايزاه. احنا في مجتمع متحرر وكلام كتير كده. احنا مش يعني انا مش فاهمه. يعني احنا بنناقش بناء على ايه؟ يعني احنا بنراجع على قوانين الموضة ولا على قوانين الفيفا، ولا احنا بنراجع الكلام ده على قوانين ايه؟
إحنا عندنا قوانين بنمشي بيها في الدنيا وفي الحياة وهي قوانين الإسلام، فإن خالفتها فإن يعني أذنبت أو إن ده سيء، فاهم؟ فتعالوا نتكلم من البداية. يعني أعتقد المتحرش ما بيبقاش نازل من بيته عامل دماغه إن أنا نازل أتحرش بفلان، حلو؟ ده متفقين فيه، يعني هو مش نازل عامل حسابه إن هو يعمل كده. وبرضه البنت مش نازلة عاملة حسابها إن هي أنا مستنية حد يتحرش بيها عشان أصوره بالتليفون وأعمل ترند أو مش هعملش ترند أو كده. فالاتنين كل واحد بيبقى نازل بهدف معين في الحياة أو في الدنيا، وبيتم تشتيته سواء البنت أو الولد. بس خلينا متفقين إن مفيش غلط على واحد فيهم على قد ما الغلط على الاتنين. بمعنى إيه؟ يعني هي البنت فعلا لو واقفة يعني بدون ملابس وعريانة خالص، انت مالكش حق ان انت تبص لها ولا تكلمها ولا تعمل كده. حلو، ده المسلم الصحيح ان انت بتغض البصر اصلا، ومالكش انك تعمل كده. وفي نفس الوقت البنت ملهاش ان هي تنزل بلبس كاشف ولا يغطي اجزاء من جسمها ولا يشف يعني فاهم اللي هو اللبس بتاع المرأة في الاسلام يعني عموما. مع ان نفس الفكرة في الموضوع ده ان احنا بنلاقي ناس او سيدات كبيرة بيبقوا لابسين لبس محتشم وبيتم التعدي عليهم برضه. فهنا الفكرة ما بتبقاش في اللبس ولا الفكرة في المتحرش، هي الفكرة إن إحنا عندنا مفهوم غلط أو فكرة منتشرة بشكل بشع، وهو إن الناس اللي بتفكر إن التحرش ده موضة. يعني فاهم، عارف أنت اللي هو فكر نفسه حلو، فكر نفسه جميل إن أنا هتحرش بيها، وهي أكيد هتوافق لأن هي أكيد عايزة كده. وبيفكر نفسه بقى اللي هو خلاص هو أجمل واحد في الدنيا، فاهم؟ مع إن دي مش حقيقة، يعني أنت بتتعدى على واحدة بشكل بشع جدًا، وبتيجي عليها وعلى نفسيتها وأنت ما تعرفش أصلًا الموضوع ده هيأثّر عليها إزاي. لإن أنت مجرد لمسة أنت ممكن تدمّر حياة واحدة حرفيًا، إن هي هتبقى عندها مشاكل، إن هي مش هتعرف تتكلم مع ده مع عيلتها، لإن إحنا في بلد عربية وأسرة شرقية بحد كبير يعني، فإن أنثى جات وقالت اتكلمت في الموضوع ده، فحرفيًا هتقوم مشاكل وهتقوم حوارات وهتعمل مشاكل كتيرة. فأنت حرفيًا أنت عملت مشكلة من فعل بسيط قد كده أهو، عملت مشكلة في حياة واحدة تفضل معقداها طول عمرها. يعني أنت متخيل أنت رُحت فين؟ فتخيل أنت كمسلم أو كإنسان يعني عاقل هتشيل ذنب كل ده. يعني أنت هتشيل ذنب حياتها وتعقداتها ومشاكلها، وإن هي تفضل كل مرة خايفة، وإن هي تفضل فاكرة إن في شخص تعدّى عليها ولمسها، وإن هو تعدّى على جسدها. أنت بعيد، أنت بعيد أوي. والفكرة إن أنا ما بافهمهاش، أنت كمتحرِّش، أنت عندك غريزة، وهي شهوة وغريزة إن أنت عايز تجامع. أنت لمّا تلمس واحدة، أنت ما عملتش حاجة، أنت مجرد لمستها. فين الشهوة، فين الإثارة، فين الميزة؟ يعني إزاي الغريزة دي أُشبعت بهذا الشكل، إن أنت يبقى مفكّر إن ده هو ده الصح؟ لأ، أنت بجد صعب، صعب جدًا إن أنت متخيل إن ده حاجة كويسة. لأ، والفكرة إن بتبقى أشكال كبيرة بقى سواء في المواصلات، في الشارع، التعدّي في أماكن ضلمة، التعدّي في أماكن غنية، وتعدّي في أماكن مهما كان المكان فهي ليست مُبرر للتعدّي، ومهما كان لبس الأنثى هو ليس مُبرر على التعدّي عليها، ده خلّينا متفقين عليه بنسبة 100%. فأنا ما بافهمش الموضوع ده ولا بافهم فكرة التحرُّش ولا بافهم الموضوع ده أصلًا، وإن هو واحدة تبقى ماشية في الشارع تلاقي واحد بيقول لها يا حلوة والّا يا جميلة والّا يعاكسها والّا ما تيجي والّا ما تروحي. أنت برضه يعني أنت بعد ما تقول لها كده وتعمل كده هي هتدّيك رقمها، هتقول لك أنا جاية فعلًا، هتقول لك أنا فعلًا حلوة. اللي هو أنت بتعمل إيه؟ ومعلش هي لو تجاوبت معاك أنت عايز إيه بعد كده؟ فاهم؟ اللي هو أنت واقف عند level إن أنا دايمًا باقف لحد هنا، وبعد ما تتجاوب يعني فاهم اللي هو ليه القرف ده؟ وليه العك ده؟ وليه الموضوع بقى حاسس إن هو trend، إن هو بقى كل حد بيطلّع التليفون ويصوّر سواء على حق على باطل. يعني حوار الفيديو اللي انتشر للبنت اللي كانت لابسة حاجات في وشها وحاجات عاملة حاجات في وشها، يعني ده برضه أنت مش فاهم مين صح ومين غلط. أنت البنت بتقول كذا مقولة وكذا رؤية، إن هو في الأول كان بيمشي وراها وإن هو متتبعها، ثانيًا إن هو سارقها، ثالثًا لأ ده هو شافها في الأوتوبيس واتعدى عليه، رابعًا هو فضل وراها. هي برضه كلامها كتير والولد يعني فاهم مش باين مش ظاهر أي حاجة، والناس اللي في الأتوبيس يعني سواء هي غلطانة أو هو الغلطان إحنا كده كده مش هنعرف نتكلم في الموضوع ده. ده تحت حكم النيابة فاهم، وناس فعلا بتدور مش أنا اللي هحكم فيه وأقول لك مين صح ومين غلطان. فأتمنى إن ربنا يهدي الاتنين، ربنا اللي أعلم باللي حصل، يعني يهدي الاتنين لأن ربنا هو وحده العالم باللي حصل. فالموضوع بشع جدا. وبرضه مثلا البنت التانية اللي كانت في الأتوبيس وصورت الشاب وهو بيحط إيده على رجلها، فاللي هو حرفيًا دي حاجة تستحق إن أنت تتجاب فاهم تتشنق، لإن أنت استفدت إيه؟ ما هو
بنجري وندور في نفس النقطة. أنا عايز أقوم أتخانق مع الشخص اللي هو المتحرش ده، اللي هو أنت استفدت إيه؟ أنت ما استفدتش أي حاجة، أنت مجرد إن أنت أثرت الرعب في روح واحدة تانية، وإن أنت لم تشبع شهوتك، وإن أنت ما عملتش أي حاجة مفيدة في حياتك غير إن أنت أذيت اللي حواليك. يعني حرفيا إن أنت ممكن تضيع نفسك وتضيع حياتك كلها وتضيع أسرتك كاملة. إن أنت عملت كده، إن أنت هتتحبس، هتتجاب، هتتضرب، هيحصل لك أي مشكلة، فهيحصل لك مشاكل، فأنت هتضر نفسك وهتضر أسرتك وهتضر البنت بما إن أنت أذيتها، لان انت عملت لها مشاكل وسببت لها ازمه ان هي مش هتعرف تتكلم عن الموضوع ده تاني، وان الموضوع ده هيبقى فاهم زي شوكه في جسمها او في ظهرها في حياتها عموما. فانت صعب. وبرضه نفس الفكره مع البنت، اللي هو يعني برضه البنت انا ما بشجعش اللبس الضيق والحاجات المحزقه والحاجات اللي بتكشف السره والبطن والفخذ ومش عارف ايه ومش عارف ايه، اللي هو يعني حرفيا انت لما تلبسي كده انت مستنيه ايه؟ لان انا عارف ان الانثى مبتليه بشهوه الاغراء، ان هي دايما عايزه تشوف نفسها احلى واحده في الدنيا. بس ليه احنا متخيلين ان الحلو في العري؟ يعني فاهم، احنا حرفيا من كتر ما الناس العريانه احنا بقينا بنشوف المحتشم هو الحلو. والفكره ان احنا بقينا بنتفنن في العري. يعني انا مش عارف، شفت العبايه اللي هي بتلبسها السيدات مفتوحه من الظهر، فاهم، اللي هي مربوطه بسلسله كده من ورا، اللي هو المفروض دي عبايه رمضانيه، نص ظهرها مكشوف ورجلها باينه طبعا. فاللي هو احنا بنتفنن في العري. فبرضه الموضوع صعب من الناحيتين. انا مش هدعم ناحيه واسيب ناحيه تانية، لا، هما الناحيتين غلطانين. لان انت واحده ما اتبعتش اللبس الاسلامي او اللبس زي المفروض ان الانثى تتبعه، والتاني ما اتبعش القوانين الاسلاميه. وفكره انه في واحده مثلا بتبقى متبعه اللبس وان واحد تاني يتعدى عليها، ده حوار تالت لوحده اصلا، اللي هو يعني بتبقى انت يعني عارف عايز تتقتل، اللي هو انت لان فعلا انت بقيت صعب. انت عايز تعمل ايه بجد؟ انت دي واحده زي والدتك زي اختك ماشيه بلبس محترم محتشم، ليه تتعدى عليها؟ ليه اصلا ان انت تفكر بحاجه زي كده؟ لان هي اديتك ايه اصلا؟ هي اغرتك بايه؟ لان الناس اللي بتعاكس المنقبات او اللي هو يعني حرفيا دي واحده لابسه اسود في اسود، يعني حرفيا مفيش اي حاجه منها طالعه تحت نظريه فكره ما هي اكيد لما لابسه أسود هي حلوه. يعني انت ناس مستفزه بجد، ناس صعبه. فاتمنى ان ربنا يهدينا سواء رجاله او ستات، وان الموضوع ده فعلا يعني مش هنلاقي له حل، ان هي دي شهوه في الانسان. بس اتمنى ان اي حد يخلي باله من حاجه زي كده، وانك تعرف ان الموضوع ده مش احسن حاجه خالص، ان انت مجرد انك بتاذي اللي حواليك. من الموضوع ده الموضوع التالت اللي انا شفت الفيديو بتاعه، هو عباره عن ان كان في اب وابنه صغير خارجين من صلاة الفجر على كلام الشخص اللي كتب البوست يعني. وفجأة في الفيديو بيظهر واحد معاه سلاح ناري بيضرب الولد الصغير أو بيضرب الأب، فالرصاص بيجي في الطفل الصغير، وبيجي بعض الشباب التانيين يقوموا بتشريح جسده حرفيا، اللي هو انت بيعوروه. فاللي هو انا مش فاهم، يعني انتوا مهما كانت الخلافات بينكم، حرفيا انتوا حرفيا واكلين ورث بعض، واكل ورثك طلع عينك، انت ازاي تعمل كده؟ اللي هو عارفين انت ازاي جالك الجرأة او العقل يعني؟ انا لحد مش عارف 3 4 ساعات كنت مفكره ان هو فيديو تمثيلي، ان هو يعني اكيد ده مش حقيقي، اكيد ده مش واقعي ان ده حاجة زي دي تحصل في الحياة، ان حد يعمل كده. اللي هو حرفيا طب انت عندك مشاكل مع الشخص ده، انت مش متخيل اللي انت عملته في ابنه؟ يعني حرفيا بجد الموضوع صعب جدا، والفيديو بشع لأبشع الدرجات في الحياة. ان انت اذيت الطفل واذيت الاب، واكيد العلامة دي هتفضل موجودة في الطفل على مدى حياته. والاب فكره ان هو مش عارف يدافع عن ابنه، دي كبيره، دي كبيره قوي. اللي هو انت والباين اصلا ان الشباب شباب صغيره مش شباب كبيره، يعني ممكن في العشرينات، والاب اصلا باين ان هو شخص كبير، ممكن تتكلم في اخر الثلاثينات الاربعينات. فانت ازاي حرفيا يعني تستجرى نفسك انك تعمل كده؟ مهما كان سبب الخلاف، الواحد مش عايز يفكر في ايه اللي ممكن حد يعمل في حد تاني كده، بس يعني عمل فيك ايه ان انت تعمل فيه كده؟ وفيديو التاني الناس اللي جابت واحد ولبسوه بدلة رقص ونزلوه في الشارع، اللي هو انتوا بجد الناس بقت بشعة قوي، وان احنا بقينا بنشوف حاجات بشعة قوي. فانا مش عارف هل العيب فينا فعلا ولا العيب ان بقت الحاجة منتشرة بشكل عام. لان انا كده كده عارف ان الدنيا فيها حاجات كتير قوي احنا ما نقدرش نتخيلها، عقلنا الصغير حرفيا ما يقدرش يتخيل الواقع اللي احنا بنشوفه او الحاجات اللي احنا ممكن يعني ما نعرفهاش. لدرجة ان احنا في حاجات معينة لو اتحكت لي انا والله ما هصدق، هقول لك ده فيلم، وفيلم كحيان كمان، ان هو جاب قصة مش واقعية اصلا. بس ان الواحد يشوف الحاجات دي وحاجات دي واقعيه، فلا احنا بعيد بعيد قوي، واحنا مش في بلد فاهم اللي هو زي بعضه. احنا المفروض في بلد الى حد ما اسلاميه، اغلبنا مسلمين، في شرع وفي دين وفي حاجات كتيره بتحكمنا. ففكره ان كل ده يحصل
مهما كان الخلاف لأ، يعني إحنا مش في غابة، فاهم؟ لينا قانون ولينا فوق القانون، لينا دين إسلامي، لينا ربنا. ففي حاجات كتير قوي بتحكمنا غير اللي احنا بنشوفه واللي بيحصل قدامنا ده. الواحد بيحاول يفكر اللي هو ازاي الحاجات دي كلها بتحصل، ازاي كل ده بقينا بنشوفه والناس بقت عادي ومبقاش فيها مشكلة. ف لا، الوضع بقى كبير بجد، فالواحد مش عارف المفروض أساسا يناقش مين ويكلم مين. بس بيدعي بالهداية للجميع، وإن بجد إن شفت غلط أحاول تصلحه، سواء بإيدك أو بلسانك أو بالدعاء. أقل القليل إن أنت تصلح الشيء ده بالدعاء، فاهم؟ بس صدقني إن في حاجات يعني لما بتاخد فيها خطوة هتلاقي ناس كتير قوي بتاخد معاك نفس الخطوة دي، سواء إنك تساعد واحدة حد بيحاول يتعدى عليها، إنك لما تشوف حد الناس بتيجي عليه جامد أو الناس مش عارفة، فاهم، تحاول تساعده. إن شاء الله حتى لو تبلغ الشرطة إن هو هيجوا يساعدوا هم، وأنت مش هيجيلك أي أذى، بس فكرة إن أنت حاولت تساعد حد بشكل أو بآخر دي هتفرق في حياته وهتفرق في حياتك أنت كمان. فأتمنى بجد إن ربنا يهدينا، ويعني ما نشوفش الحاجات الصعبة دي تاني، ما يعني مش مجرد ما نشوفهاش، مجرد إن هي ما تحصلش تاني. ف يعني الواحد مش عارف بجد يقول إيه، بس هي دي كانت حلقة صادمة بالنسبة لي، وحاجات أنا كان نفسي أتكلم فيها في فيديوهات متقطعة، بس حرفيا كل ما باجي أتكلم فيها أحس إن أنا بشت. فجمعت كذا حاجة واتكلمنا عنها في حلقة النهاردة. ففي ختام الحلقة يعني برضه بدأ إن ربنا يهدينا، وكان معاكم فارس الطراس، وأتمنى إن الواحد ما يعملش فيديوهات من هذا النوع تاني بصراحة، لأن هي بتبقى صعبة، لأن أنت بتشوف الحاجات دي مش في بلد أجنبية، لا أنت بتشوفها في بلدك العربية. فيعني ربنا يهدينا. وسلام.